بحياته الشعب الفرنسي ما فكر بمصروفه للدرجة اللي عم يفكر اليوم فيها، والوضع الحالي عم يخلي الناس تفكر بأدق التفاصيل اللي بتخلي المصروف الشهري أقل. بس يا ترى في مدن بفرنسا ممكن تعيش فيها وتحصل على راتب جيد، بيت واسع، مصاريف قليلة، وما تفكر بكل مرة بتروح فيها على السوق أو بتعبي بنزين قديش رح يضل بالبطاقة؟ مصاريف السكن، التنقل، الرفاهية، وأكيد الحاجيات اليومية هي اللي بتحكم. لهيك بفيديو اليوم رح نحكي عن أرخص المدن بفرنسا بالنظر لخمسة أمور أساسية: السعر الوسطي لسلة التسوق فيها، سعر المواصلات والوقود، أسعار العقارات وضرائبها، والسينما، ومتوسط الأجور فيها. يعني تقريبا كل شيء بندفعه بهالمدينة بالإضافة لأجرنا التقريبي فيها، لأن إذا الأسعار رخيصة بس الأجور زهيدة فهي مشكلة. صحيفة الباريسيان اليوم عملت مقارنة بين 96 مدينة بريفكتور بفرنسا، وهلأ رح تعرفوا ترتيب هالمدن ومدينتكم أي وحدة بينهم. أول شي رح نشوف المدن المشهورة شو ترتيبها، وأكيد أول شي بيخطر على البال هو باريس. باريس كان ترتيبها 77 بين هال 96 مدينة، فبالرغم أنه بهالمدينة ممكن تدفع أكثر من 1000 يورو لتستأجر شقة من غرفتين، إلا أنه في حوالي 20 مدينة اجوا بعدها بالترتيب. بنذكر منهم مثلا مدينة مارسيليا اللي نالت المرتبة 84، ومدينة مونبلييه اللي نالت المرتبة 90. بس لا تخافوا، باريس كمان رح ترفع اسعار المواصلات فيها قريبا وممكن تلحقهم. بس كمان شو ما عملت وشو ما غلت ما رح تصير الاخيرة، لانه صح الاسعار فيها مرتفعة جدا وخاصة السكن، لكن لا تنسوا انه الاجور كمان مأخوذة بعين الاعتبار بالدراسة. ومتوسط الاجور بباريس حسب الدراسة هو 25 يورو فاصلة 14 سنتيم بالساعة، وهالشي مرتفع جدا مقارنة بغيرها من المدن الفرنسية، واساسا هي المدينة الثانية بالاجور. اما مدينة ليون يلي بتكون ثالث اكبر مدينة بفرنسا بعد مارسيليا وباريس فاجت بالمرتبة 58. المدن الارخص باغلبهم هن مدن غرب فرنسا، وهالشي بسبب رخص الماركتات فيها مقارنة بغير مدن. بيقولوا لك انه المحلات هنيك باغلبها محلات كبيرة على طرف المدينة، والناس ما بتستصعب تروح عليها بالسيارة. المدينة الارخص بفرنسا ورقم واحد هي مدينة نيويورك. الفكرة بهالمدينة، وهذا الشيء مستحيل على المدن الكبيرة، انه مواصلاتها مجانية، وهالشيء صار له 5 سنين. اما بالعقارات فسعر المتر فيها حوالي 1800 يورو، بينما الوسطي بفرنسا هو 2400 يورو، والاجور فيها رغم هيك افضل من غيرها. المدينة الثانية هي شاتوغو، كمان مواصلاتها مجانية. المدينة الثالثة لافال. الرابعة هي احد المدن الرخيصة جدا بالعقارات، فممكن نلاقي المتر فيها ب 900 يورو فقط، وهي مدينة نيفيغ. يعني بتشتري بيت 100 متر فيها ب 90,000 يورو بس. المدينة الخامسة هي مدينة بلفوغ، بتقع شرق فرنسا قرب الحدود مع ألمانيا. المدينة اللي بعدها 6 شومون. المدينة اللي بعدها 7 إبينال. المدينة الثامنة هي سان بريو بمقاطعة الكوت داغمور. سكنت بهالمقاطعة على فترة، والحلو فيها انه شواطئها كتير حلوة بالصيف وكتير هادية. المدينة التاسعة هي سانت تيين، المعروفة برخص الأسعار العقارية فيها، وهي حسب ما بيقولوا الأرخص بفرنسا. بالمرتبة العاشرة عنا مدينة غوديس. بالمرتبة ال11 عنا شالون ان شامباين، وهي عاصمة مقاطعة الماغن بالجراند ايست، بالرغم من انه مساحتها بتبلغ فقط ربع مساحة ريمس اللي بتكون اكبر مدن المقاطعة. 12 عندنا مدينة كامبير اللي بعام 2012 تم تصنيفها بين اقل المدن فقرا. الترتيب 13 عندنا مدينة اغاس اللي كانت مسرح للعمليات العسكرية بالحرب العالمية الاولى. بالمرتبة 14 عندنا مدينة فوا، وبالمرتبة 15 عندنا مدينة بواتيه، معروفة جدا بما يعرف بمعركة بواتيه يلي انتصروا فيها الانجليز على الفرنسيين بحرب ال100 عام. بعدها عندنا مدينة لوما. هالمدينة مالها صغيرة وفيها كل شيء تقريبا. شخصيا فكرت أعيش فيها لأنه تقع بمنتصف الطريق بين باريس ومدينة رين. بعدها عندنا مدينة كولماغ، وهي اللي ما بيعرفها هي النسخة المصغرة عن البندقية. بيقولوا انها جميلة جدا وتقع قرب الحدود الألمانية. شخصيا ما زرتها لكن كتير حابب زورها. بعدها عندنا مدينة مونتوبان، وبالمرتبة 19 عندنا مدينة بورج امبخيس، وبعدها بالمرتبة 20 عندنا نانت، وهي المدينة الأولى بالترتيب بين المدن الكبيرة. ما في داعي لوصفها، معظمكم بيعرفها. بعدها عندنا مدينة بو يلي بتقع بجنوب غرب فرنسا على 50 كيلومتر من إسبانيا فقط. بالمرتبة 22 عندنا المدينة الساحلية فان اللي بتقع بمنطقة بروتان. بالمرتبة ال 23 عندنا مدينة كاووغ، وبعدها عندنا مدينة شارتر اللي مشهورة بكاتدرائيتها اللي بتعود للقرون الوسطى، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. رح نوقف على المدينة ال 30 لهيك قربنا نوصل للنهاية. هلا عندنا بالمرتبة ال 25 مدينة بورج اللي بتقع وسط فرنسا، وعندنا بعدها بالمرتبة ال 26 مدينة أجان اللي بتقع بمنطقة أكيتين. بالمرتبة ال 27 عندنا مدينة لاغوش سوريون، هي سادس أكبر مدينة بمنطقة بي دولواغ. بعدها
بعدها عندنا مدينة فالنس، وهون عم نحكي عن فالنس الفرنسية وليس الإسبانية بالطبع. بعدين عندنا مدينة بوفي اللي بتقع على 75 كيلومتر من باريس، وكتير ناس بتعرفها من خلال مزاد السيارات الكبير اللي بيصير فيها. وبالمرتبة الأخيرة عندنا مدينة بلوى، الله يبعد البلاوي عنا وعنكم. خبروني رأيكم بالفيديو، اكتبوا لي انتم بأي مدينة وحطوا لي رأيكم فيها، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد بعمله. كنت معكم أنا عمر كوكش ورؤى زوجتي من خلف الكاميرا، نلقاكم بفيديوهات قادمة. سلام.